اهلا ومرحبا بيك في قناة اسمع فيلم. جايب لك فيلم بقى جامد جدا من الاثارة والمتعة، هيعجبك فوق ما تتخيل. عاوزك وانت بتتفرج على الفيلم كده تقول لي ايه رايك فيه، وما تنساش تنزل تشترك في قناة اسمع فيلم وتكلمني في الكومنتات كده وتعمل اللايك اللذيذ. يلا بينا نبدأ الفيلم. وبيبدأ الفيلم بالممثلة آن، وده بقى الكاتب جاك. الكاتب ده جامد جدا فوق ما تتخيل، حبها بقى كده بطريقة جامدة. ومعانا هنا المخرج، فزي ما انتم شايفين كده بيكونوا بيصوروا الفيلم، وهو اصلا مش جاي يصور الفيلم، هو رايح كده يصور حاجات جوه غابة وايه حاجات طبيعية، ومش بيبقى يقول لهم ولا اي حاجة خالص. والسفينة بتتخبط وبينزلوا في جزيرة، وطبعا الممثلة بتنزل فبتتخطف من اهل الجزيرة، ومحدش بيبقى عارف هي فين ولا راحت فين. وهم هنا بقى بياخدوها ويلبسوها حاجات كده ويقدموها بقى الكونج. جونج ده غوريلا جامدة جدا فوق ما تتخيل، لازم يقدموا لها حاجة كده كل فترة. وهم هنا مش عارفين اي حاجة، فقرروا ان هم يدوروا على الممثلة لحد الصبح، ولو ما لقوهاش هياخدوا بعضهم ويمشي. وكونج هنا بقى بيسيبها، هي بتعمل نفسها ميتة، بيقعد يقلب فيها بقى شمال ويمين، مش بتبقى عاملة نفسها صاحية خالص. فكونج بيبقى زعلان وبيبقى قاعد مخنوق، وهي هنا بتتسحب وعاوزة تمشي، وهو هنا بياخد باله، فطبعا مش بيلفت انتباهها ومش بيوريها. وفجأة كده هي بتجري، فهو بيحط ايده بيعرفها اللي هو شافها، وبيبقى زعلان جدا من اللي هي عملته. فهي هنا بتمشي وبتقع، وبتحاول تلفت انتباهه عشان ما يزعلش، وبتقعد تلعب معاه وتهزر معاه وتعمل حركات. وهو بيبقى فرحان بقى من الحركات اللي هي بتعملها دي، فبيزقها وبيلعب معاها تاني، وهي بتقع ايده تقيلة، فبتبقى زعلانة جدا. وهو بيبتدي يوقعها كذا مرة كده، تقوم جايه ضربها على ايده، وبتبقى ايه كده غلط. فهو بيتضايق بقى كده اللي هي ضربته، وبيكسر في كل المكان، وصخرة بتقع على دماغه، فبيبقى زعلان جدا وبيسيبها وبيمشي على اساس اللي هو زعلان. هي هنا بقى بتقول فرصة وبتاخد بعضها وتجري، وهم هنا بقى بيدوروا عليها، فبيلاقوا رجله كده بقى كبيرة قوي فوق ما تتخيل، فبيبقوا مستغربين من كل دي رجل. وهنا المخرج وهو ماشي بيلاقي ديناصورات، بيبتدي يصورهم، والديناصورات دي بتبقى نباتية فما بيتكلمهمش. وفجأة كده في ديناصورات تانية بتيجي، بس اللي هي بتاكل بقى اللحوم والكلام ده، فبيحصل قلق بينهم هما الاتنين، والدنيا بتتقلب، والديناصورات بتبتدي تطارد بعض، وهم عمالين يجروا مش عارفين يجروا، وبيجروا في وسطهم كده، وفي ديناصورات عمالة تقع ومش عارفين يعملوا ايه، وبينجوا منهم وبياخدوا بعضهم ويمشوا. بعد ما بيمشوا بقى بيدخلوا في حته كده، فبيطلع لهم كونج. اول ما بيطلع كده بيقوم جاي ضارب الاول والتاني، وياخد الشجره كده يفضل يهزها، ومره واحده هما بيقعوا. وبعد كده بيبتدوا يجروا، وهي بتجري هي كمان، فبتلاقي بقى سحليه كده كبيره قوي، فبتجري منها وبتبقى خايفه، وبتخش في مكان كده هو بيبقى ضيق جدا ومش عارفه تعمل ايه، والسحليه بتبقى خلاص هتاكلها، وبتلاقي حاجه شدتها كده، فهي بتتفاجئ ومش عارفه ايه. ومره واحده كده بتلاقي حشرات طلعت عليها، فبتبتدي تنفضها وتطلع تجري. ويا ريتها ما طلعت بقى، اول ما بتطلع بتلاقي ديناصور جاي عليها كده وحالف اللي هو ياكلها، بيقول حته لحمه بيضه وحلوه، فبيجري وراها كده ومش عاوز يسيبها خالص. وهي بتقع في مكان كده اهوت، والديناصور ما بياخدش باله، بيقعد يجري حواليها ويتلفت شمال ويمين مش بيلاقيها. وللاسف الغابه مليانه ديناصورات. ديناصور تاني بيبقى تحت كده اكبر من التاني، بلوم جاي هز الشجره كده وموقعها. وهي اول ما بتصوت، مين اللي بيحضر بقى؟ كونج على طول كده بيجي في ثانيه الا ثانيه يضربه وينقذها، ويبقى عاوز ايه الديناصور ياكلها، وهو ماسكها بايده وماسك الديناصور بايده عمال يضرب في الاتنين. والديناصور التاني بياخد باله، وهي بتقعد تصوت تلفت انتباهه، وبيجي جري كده عليهم، وبيبقى خلاص عاوز ياكلها كده، انما كونج بياخد باله فبيتني ايده كده، فبيقوم جاي عضه من ايده. كونج هيسكت بقى؟ لا، بيتضايق ويقوم جاي ضاربهم هما الاتنين ورافع ايديها لفوق. وديناصور تالت بيجي كده وبيبقى عاوز ياكلها، وبرده التلاته عاوزين ياكلوها، وكونج مش عارف يعمل ايه، عمال يضرب ده بايده وده بالايد التانيه وده برجله، ومش عارف يعمل ايه، وفي نفس الوقت محافظ عليها. فهم هنا مش حالفين بقى اللي هم يسيبوها وعاوزين ياكلوه، وفي نفس الوقت هو عمال يضرب فيهم بس مش عارف يعمل ايه، هم كتير عليه وهو لوحده، وفي نفس الوقت ماسكها عشان يحميها. وزي ما انتم شايفين كده بيقوم جاي شاد ده من ديله موقعه، بيقوم جاي ماسكه من رجله، ومش عارف يعمل ايه، ايده بقى هتسيب كده، وبيقع مسافه جامده قوي، وعاوز يحافظ عليها. فهي لحسن الحظ بتتعلق بقى في شجر كده وحاجات، تقوم جايه ماسكاها. وهو التاني الديناصور ده بيتربط، بس بقه اللي بيبقى مفتوح،
بيفتح بقه وعاوز ياكلها باي طريقه مش عارف يعمل ايه. وكونج هنا مشغول مع واحد تاني، وهي حالتها هنا يعني في خطر بطريقه جامده قوي. يعني تخيل نفسك بقى لو انت اللي في المكان ده هتعمل ايه؟ ممكن تموت على نفسك كده في نفس الوقت. انما هي عماله تعافر وعاوزه تعمل اي حاجه مش عارفه تعمل اي حاجه. يعني مع ديناصور هتعمل ايه؟ وكونج هنا بقى عمال يعافر وجاي ينزل لهم، وهنا ده بيعضه من ايده. فكونج برده مش عاوز يستسلم، يقوم جاي طاير وضارب ده برجله وماسكها كده لاحقها، ويقوم جاي ضارب التاني برجله وهو مش عارف يعمل ايه. انا عاوزك تقول لي لو انت اللي في المكان دوت هتعمل ايه؟ تخيل نفسك كده الموقف، وقبل ما الموقف يخلص بسرعة كده ينزل قول رأيك في الكومنتات، يا ترى هتعمل ايه لو انت اللي في الموقف دوت. المهم هي بتقع على الارض هنا، وديناصور واحد بيقع معاها وبيبقى عاوز ياكلها. تفتكر بقى اللي هو هياكلها؟ لا طبعا. كونج بينزل كده وبيبقى واقف وعينه في عينه كده وباصص له، وهي واقفه في النص يا عيني مش عارفه تعمل ايه، تروح لده تتاكل ولا تروح لدوت. فبتستسلم كده وبتعرف ان كونج مش هيعمل لها حاجه، وبترجع كذا خطوه لورا. كونج بيفرح بقى اللي هي اختارته، ويقوم جاي ضارب كده على نفسه وجاري عليه بقى كده، بيقوم جاي ماسكه من بقه وفاتح له بقه جامد قوي. وهي باصه كده مستغربه اول مره بقى تشوف موقف زي دوت، مش عارفه تعمل ايه يا عيني. وهنا ماسكه من بقه بقى كده، ويقوم جاي كاسر له بقه من فوق وبقه من تحت وخلاص مات. فكونج بقى مش يسكت، يقعد بقى يطبل على نفسه كده وفرحان، واللي هو ايه وفي نفس الوقت زعلان منها. يعني فرحان اللي هو موته وزعلان منها، وبياخد بعضه ويمشي كده. فهي بتجري وراه، بيقوم جاي شايلها كده واخدها معاه. فهي بتبتدي بقى تكافئه وعاوزه تفرحه، وعماله تلعب بالعاب كده وتفرحه. انما طلعت فوق حته جامده قوي كده، وبتبص بقى على السما والسحاب مش عارفه تعمل ايه. وهنا بقى بنشوف صحابها وقعوا في مشكله، والوحوش عماله تهاجمهم بكل الطرق. ودوت نزل كده عشان ينقذهم، وواحد واحد ابتدى يطلع لفوق، وابتدوا يطلعوا من الموقف اللي هم فيه ومش عارفين يعمل ايه. وهنا بقى بنشوف حبيبها رايح كده هوت لكونج وعاوز ينقذها باي طريقه. فاستغل فرصه راح بالليل وهم نايمين، وابتدى يشاور لها وعمل لها كده اسكتي ما تطلعيش صوت. وابتدوا يجروا، وكونج زعلان بقى كده وبيجري وراهم وعاوز يلحقهم مش عارف. وراحوا المكان كده هو عاوزين يعدوا، وفي شجره كده زي الجسر مش عارفين يعملوا ايه. المهم اللي هم عدى وكونج نطوا وراهم كده، واصحابهم بقى كانوا عاملين له فخ، فقعدوا يربطوا فيه بالاحبال ويعملوا له كمين. والبت اتضايقت جدا بقى، حبته عارفه اللي هو كويس فعاوزه تنجزه مش عارفه تعمل ايه. هو اول ما سمع صوتها بتصرخ ابتدى بقى ايه يطلع الوحش اللي جواه عليهم، وابتدى يهاجمهم ويضربهم بكل الطرق. وواحد بقى قام جاي ضربه كده، قام جاي وقع وقام جاي اتبنج. هما مستغلوا الفرصة وقاموا جايين مكتفينه واخدينه معاهم ونزلوا على المدينة كده. والمخرج بقى فرحان بقى بالإنجاز اللي هو عمله، واللي هو جايب كونج معاه بقى كده هوت، وعمل مسرح وابتدى جايب واحدة كده هوت شبهها، وعاملين كده نفس الموقف اللي حصل عاوزين يحكوها كأنه ايه كده هوت. هو شاف الموقف كده قام اتضايق بطريقة جدا، وابتدى يدور على البنت وقعد يضرب فيهم كلهم وكسر المسرح وخرج، وابتدى يضرب بقى في كل الناس وعمال يدور على البنت مش لاقيها. والبنت عرفت كده باللي بيحصل، ابتدت ايه تجري وتلحقه. وهو شاف بقى جاك كده اللي كان بيحبها فاتضايق جدا، وابتدى يجري وراه وقام جاي خبط العربية وكان هيموته. لولا اللي هي جات له، واول ما شافها فرح جدا وقام جاي واخدها كده على ايده، وهي من جايه عامله على وشه كده عشان تهديه، وخدها وراح كده في مكان كله تلج وبتاع، وقام قعد يتزحلق ويهيصوا هما الاتنين. وبقت فرحانه جدا وحست باحساس عمرها ما حسيته قبل كده. فالمهم هما الاتنين قعدوا يتزحلقوا على الجليد، وقعدت تغني له وهو فرحان كده، وعمالين يتزحلقوا زي ما احنا شايفين، وعمال يلف بيها وهي مش عارفه تعمل ايه بس فرحانه، فمش هنضحك على بعض. فهو قام جاي ماسكها كده وعمال يلف، والفرحه مش سايعاهم. وبيتمنى بقى كونج اللي هو يفضل عايش معاه على طول، بيفضل يتزحلق ويفضل يفكر فيها كده وهي بتلف معاه، وبيبقوا في عالم تاني محدش معاهم، عالم كل الناس تتمنى تعيش فيه. وهو عمال يتزحلق وفرحان، وهي عمالة تلف كده وماسكها بإيده وبص، وقام جاي متزحلق تاني ومش عارف يعمل ايه. وفجأة بقوا جايين ضاربين عليهم
فهو بيتخنق جدا، والحكومة بقى والجيش وكله بيجري وراهم، وهو مش عارف يعمل ايه. بيخش في مبنى وبيطلع يجري، وهي بقى ممسوكة في ايده كده وخايفة، والفرحة دي اتقلبت في ثانية الا ثانية كابوس. وعمال ينط من عمارة لعمارة وهم بيجروا وراه، وعمال يضربوا عليه نار، والبنت عمالة تحاول يخليهم يستنوا، مش عارفة وخايفة وماسكها، وهو في نفس الوقت بيتضرب بالنار بس خايف عليها. فبيطلع كده زي برج جامد قوي ويحطها، ويطلع فوق في البرج عشان خاطر يقاوم ويضربهم. وهنا بالطيارات جم وعمالين يضربوا عليه، وطلقة كده جت فيه وهو هيقع، فأهم حاجة هي عنده، فيقوم جاي حاططها ومحافظ عليها، وهي عمالة تقول لهم استنوا، انما هو ايه مش قادر يستحمل، والطلقة جت فيه ويقوم جاي واقع كده هوت وخلاص، وانتهى على كده. وهنا الفيلم انتهى. عاوزك تقول لي ايه رأيك في الفيلم، وما تنساش تشترك في قناة اسمع فيلم، وتعمل اللايك اللذيذ، وتنزل تقول ايه رأيك في الكومنتات، وتكلمني بقى في الكومنتات كده ونقعد نكلم بعض. يلا سلام، اشوفك في قناة اسمع فيلم. سلام.